السلام عليكم. معكم كوكين ويت زكيه. اليوم جبتكم طويج مغربي باللحم الغني بالبرقوق واللينغاس معسل واناناس وكيوي. نبداو مع المقادير ديالو. عندنا هنايا كيلو د اللحم الغني، تكون طروفه كبارين. هذه الرجله، طروفه ديال الرجله، الطريفه تيكونوا مقطعين كبارين. غادي نعملو عندنا هنايا نص كاس ديال الزيت المائده. غنعملو ليها بصله كبيره محكوكه وبصله مقطعه، بصله محكوكه باش تعطينا مريقه خاتره. كننزل ديك الطريفه ديال اللحم، كندوز نروجهم شويه بديك الزيت وديك البصل قبل ما نعمل الاقامه، غير شي 2 دقائق حتى يعرقوا. عاد كنبدا نعمل الاقامه. عندي هنايا سكنجبير مغروفه صغيره، ومغروفه صغيره ديال الابزار، ومغروفه صغيره ديال الخرقوم، وعندي نص مغروفه ديال الاقامه ديال اللحم. كتباع عند العشاب اذا ما كانتش بلاش، ولكن هي طبعا كتزيد بزاف المذاق ديال اللحم، كيجي الطاجين مزيون. عندي شويه ديال الكوزه هنايا 4 مغرفه كنحكها، كنعملها لان ديجا الاقامه ديال اللحم فيها شويه الكوزه. عندي هنايا الزعفران شعره، اذا ما كانش نقدروا نكتفيو بالخرقوم او نعملوا الزعفران العادي. وغادي نعمل شويه ديال الملح وغادي نحرك. غادي نخليها تعرق مع بعضيتها تتشرب ديك الاقامه اللحم. من بعد عندي هنايا واحد الربيطه ديال قزبور، معدنوس، واحد الربيطه ديال المعدنوس غادي نعملها معاه. وغادي نعمل مغروفه عامره صغيره ديال السمن، طبعا سمن مغربي، سمن حر. مغرفه ديالو الطواجن بالله كتجي ديما شي حاجه ناقصه ضروري. انا بالنسبه لي ضروري السمن. كنعملوهم كنخليه يتعرق مع بعضيتو حتى يبقى في هذاك اللحم في الزيت بهذا الشكل هذا. نغطيوها ونخليوها ملي كتعرق مزيان. ديك الماء كامل ديال البصل كيتبخر كتبقى واقفه في الزيت ديالها بهذا الشكل هذا. غادي نمرقوها. بالنسبه للماء، الا طياب كوكوط غيكون الماء قليل، الا طياب ديال طنجره بحال عاديه بحال هكا غادي يكون الماء زايد شويه، من 3 حتى ل 4 الكيسان كبارين على حسب النوعيه ديال اللحم. عمل 3 وشويه كل ديك نص ساعه طلع عليها، شوف اللحم فين وصلت في الطياب. الا باقي خصها تزيد الماء غادي تزيدها، الا صافي غادي تخليها. كوكوط الماء كيكون قليل تقريبا غير قد ما يجي قد اللحم، ما يغرقش اللحم بزاف، وكتشد عليها. كوكوط ما كديش الماء بزاف. بالنسبه للفروطه اللي غادي نعسل بها، انا اخترت هنايا، كل واحد كيختار اللي كيبغي، انا اخترت هذا 4 الانواع. الحاجه اللي مهمه هي اللينغاس اللي باغا نشاركو معكم اليوم. بالنسبه للبرقوق واناناس وكيوي، كاين اللي كيعمل المشماش، كل واحد يختار اللي بغا. غنبداو بالبرقوق. انا غسلته هنايا، غادي نعملو في كاسرونه، غنعمل عليه الماء. الماء مش تقريبا ما يجي قدو في كاسرونه، يعني ما يغطيهش بزاف، يجي معاه على الحد معاه في كاسرونه. كنعملوه فوق بوطه حتى يغلى. غير كيغلى شويه الماء كيتبخر شويه كنعملو قرفه عواد. انا كنفضل العواد ماشي غبره، باش ما يبقاوليش ديك الحبيبات ديال القرفه لاصقين لي في برقوق. قرفه عواد، واحد 2 مغارف كبارين ديال السكر، وواحد شويه د الملح، قبيصه د الملح. وكنعمل مغرفه كبيره ديال الماء زهر طبعا، وكنخليه يتعسل. ما كيديش بزاف، 10 دقائق تقريبا يكون تعسل او 4 ساعات على ما يوجد. عندي هنايا الماء غنعصر فيه نص الليمونه، وغادي نقشر اللينغاس. غادي نخلي له العود اللي فوقي، وغادي نحيد غير القاع، وغنحاول نخوي من داخل، نخوي له قالبه من داخل. واخا ماشي خواه كامل، ولكن حاول تخوي ديك العطمين تحيدهم بهذا الشكل هذا. من بعد كنقشروها، نحاولوا نقشروها معاوطه، ما تجيش عاوجه، لان حنا خصنا تبقى معاوطه بهذا الشكل هذا. كنعملوها في هذاك الماء والليمون حتى نساليوهم باش ما يكحلوا الناشي. كنساليو بالتقشير ديالو كامل. البرقوق ها هو وجد، هذا باش كنعرفوه وجد. كتجبر البرقوق رطاب والماء ديالو ولا السيرو معسل هيدا ثقيل، كيكون صافي واجد. اللينغاس ها هو عملنا في الليمون ما كحلش. غادي نعملوه في الكاسرونه، حتى هو غنعمل عليه 3 مغارف كبارين ديال السكر، وغنعمل عليه هذا الباديان اولا النافع صيني كيقولوا له، الريحه ديالو غزيوله. وكنعمل معاه قرفه عواد، حتى هو ضروري قرفه عواد، لان اللينغاس اللوين ديالو بيوض، فما خصناش حنا يجي ديك الحبيبات د القرفه لاصقين فيه، فعملوا قرفه عواد حسن. وغادي نعمل معلقه قد ما يغطي لي اللينغاسات، يعني لحد مع اللينغاس. وكنعملو فوق بوطه. كيدي الطياب تقريبا 35 30 حتى 35 دقيقه على حسب النوع ديال اللينغاس. واختاروا دائما اللينغاس معسل، خاطروا اللينغاس اللي قاصح ماشي ديك اللي رطب. غنزيد هنايا مغروفه كبيره ديال الماء زهر، ضروري الماء زهر في التعسيل. وغنعملو يتعسل. اناناس نفس الشيء، مغروفه كبيره ديال الاناناس، واحد العويد ديال القرفه، قبيصه ديال الملح،
وغنعمل عليه مغروفه صغيره ديال السكر، وغنعمل وتقريبا نص كاس ديال الماء، غير شويه. كاين الناس كيغليو اناناس بزاف، اناناس ما كيحتاجش يتغلى، اناناس غير ان يتروج شويه، غير يشبر هذا البريو ويشبر السكر، يعطيه ديك البريو بحال اللي تكراميليزا شويش صافي، هو معسل ديجا، يعني غير كيرطب في بوطه، ما كيحتاجش يغلي في الماء. انا لينغاس عفوا هو وجد لي، شوف الماء ديالو كامل شحت ولا غير السيرو ولا عاقد، غير كنغطسو الموس الا جبرناه كيدخل كتعرفوا صافي راه واجد. بهذا الشكل كيجي. حاولوا الانانا اللينغاس تحافظوا عليها في الشكل ديالها ما تهرشش. الكيوي نفس الطريقه حتى هو غادي نستفو، غنعمل مغروفه صغيره ديال، هو فيه السكر ديالو لانه مجفف، فيه السكر، مغرفه صغيره السكر، شويه د القرفه، قبيصه د الملح، مغرفه ديال الماء زهر، وشي جوج مغرفات كبارين ديال الماء. عاودت نفس الطريقه ديال الاناناس كنعملو، غير حتى كيشبر الوين، كيشبر بريو، ديك الماء كيشحت مع ديك السكر كيعطيه بريو، كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي مزيون بزاف. اللحم هي طابت، ها هي المريقه اللي قلت لكم كتجي مزيونه بزاف، خطره كتجي غزيوله. بهذا الشكل هذا كنشبروا اللحم، كنعملوها في الطبسيل اللي غادي نقدموها فيه، كل واحد تقدر تقدموها في طاجين سلاوي كتجي مزيونه. كنعملوا عليها هذيك المريقه، طبعا التقديم كنعرفوه كاملين المغاربه، التبصيل ديال اللحم بالبرقوق كنعرفوا كيفاش كنعملوا له. بالنسبه لللينغاس هو هذا الشكل ديالو بحال اللي قلت لكم، كيجي مزيون بزاف. اللحم الغني كتبغي فروطه معاها، الحاجه حلوه كتبغيها اللحم الغني. غنستف هذا اللينغاس بهذا الشكل. الديكور نتوما تختاروا. برقوق انا بالنسبه لي عندي هنايا اللوز مقلي ومهرمش، وكاين حتى الجنجلان، تقدر تغطس البرقوق في اللوز وتنزلو. عندي هنايا حتى الجنجلان، الا بغيتي تعمل الجنجلان عاوتاني نفس الشيء. بالنسبه للطريقه باش غادي نبريزونطيو بلا هادي كل واحد يختار. انا عندي هنا باليوس، غادي نعمل فيهم طريفه ديال اناناس وواحد دوره ديال كيوي، وغنعمل عليها من فوقي مثلا واحد البرقوقه، وغادي نعمل بهذه الطريقه بحال اللي قلت. كل واحد سورتو كيكون التفصيل كبير غادي يعطيكم الديكوراسيون كتار، غادي يجي حسن وغادي يجي باين بهذا الشكل. ونغطسوها في اللحم. انا عطيت غير فكره، عطيت فكره ديال الاناناس، عطيت الفكره ديال الديكوراسيون، عطيت فكره ديال الكيوي حتى هو كيجي مزيون. فروطه كل واحد يعمل اللي بغا، تقدر تنقص ما تعملش كلشي. انا حيت كتعجبني اللحم بفروطه معسله عليها عملت هاد الانواع كامله. تقدر تعمل غير جوج الانواع، تقدر تعمل غير لينغاز، تقدر تعمل مشماش مع برقوق. المهم تحاول تلعب شويه بالالوان باش يجي الطبيصه مزيون. بهذا الشكل انا غنديكوري، وبحال اللي قلت ديكوراسيون كل واحد يختار اللي بغا. بهذه الطريقه عندي اللوز مقلي حتى هو غادي نزيدو فوق منه. كنتمنى يكون عجبكم هذا الطويج المغربي باللينغاس وبرقوق معسل. غنزيدو هنايا هاد السيرو ديال اللينغاس، غادي نعملو فوق اللينغاس يعطيني بريو في نفس الوقت المذاق ديالو غزيون. هو هذا الطاجين ديال اللحم الغنمي ببرقوق واناناس ولينغاس معسل وكيوي. الغنمي نتوما كتعرفوا كيبغي الحاجه حلوه، كيجي معاه فروطه معسله، كتجي مع الحاجه معسله. كنتمنى يكون عجبكم، كنتمنى تجربوا وتردوا عليا كيفاش جاكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لي جيم وتعملوا لي شي كومونتير اذا عندكم، وطبعا ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي باش توصلوا بكل جديد. شكرا.